آداب إعلام ومعهد إعلام وكلية إعلام، ما هي كلها إعلام. أنا رضوى حسين، والنهاردة جاية أقول لكم إيه الفرق ما بين إعلام وآداب إعلام والمعهد العالي للإعلام. إيه هي بقى أوجه الشبه والاختلاف ما بينهم؟ أول حاجة لازم تكونوا عارفينها إن معهد إعلام وكلية إعلام متفقين مع بعض. المختلف معانا هنا النهاردة هي كلية آداب. طب بيختلفوا في إيه وبيتشابهوا في إيه؟ في الفيديو ده بقى هتلاقوا الرد على كل أسئلتكم. أول حاجة هنتكلم فيها هي أوجه الاختلاف ما بينهم. أول اختلاف ما بين إعلام وآداب إعلام إن خريج إعلام بيحصل على درجة البكالوريوس لما بيتخرج، أما خريج آداب إعلام بيحصل على درجة الليسانس. طب هو أصلا في فرق ما بين البكالوريوس وما بين الليسانس؟ هقول لكم لا، الاتنين واحد. تاني حاجة بقى مختلفة برضو بيكون التخصص. في كلية إعلام التخصص بيكون من سنة تانية، بس التخصص في آداب بيكون من سنة تالتة. تالت حاجة بقى تقسيم الشعب في إعلام. في إعلام بتتقسم لثلاث شعب اللي هي الصحافة وإذاعة وتلفزيون وعلاقات عامة وإعلام، بس في آداب إعلام ليها تخصصين بس، وهما قسم الصحافة وقسم علاقات عامة. طب إيه بقى الحاجات المتشابهة ما بين كلية إعلام ومعهد إعلام وآداب إعلام؟ أول حاجة في طريقة التدريس، بيدرسوا نفس المقررات، طبعا باختلاف بقى كل دكتور بيكتب المقرر بتاعه إزاي. تاني حاجة متشابهين فيها إن التدريس بينقسم لحاجتين، نظري وعملي، وليهم فرصة إن هم يتدربوا في الجريدة أو قناة تلفزيونية أو إذاعية أو حتى وكالات إعلام. تالت حاجة بقى متشابهين فيها إن هما التلاتة بيدرسوا بنظام الساعات المعتمدة. بس كده، دي أوجه الشبه والاختلاف. وزي ما انتوا شفتوا كده إن الاختلاف مش كبير، الاختلاف تقريبا في قسم واحد. اللي عنده أي تعليق يكتب في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا شير ولايك سبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد.